من قلب تركيا جايه لكم لحد البيت. لو انتي لسه مش في الجروب ده انتي خسرانه كتير قوي. اول منتج جربته من المنتجات التركيه اللي حرفيا مش عارفه اغيره من ساعه ما جربته هو الديودرنت ده. انا مش هعتمد اسامي لاني نص الاسامي مش عارفه اقراها، تمام؟ بصوا بقى يا جماعه، الديودرنت ده اول حاجه جربته بريحه المسك. ليه بقى اقتنعت بيه كده وخلصت ده وطلبت ده؟ هقول لكم. اولا ده ديودرنت امن جدا، ما بيعملكيش اي اسمرار في منطقه البكيني، حلو قوي قوي لانه بيفضل باليومين ثابت. وتالت حاجه وعجباني وهو ان تقدري تستخدميه مش بس للاندر ارم، كمان لمنطقه البكيني وللجسم كله. فده كان اول ريحه وهي ريحه المسك. فبعد كده عرفت ان هو في منه ريحه اسمها سو سكسي، ده معمول مخصوص للعرايس، وبجد بجد لو انت عروسه لازم تجيبيه. ده ريحته سو سكسي، مش محتاجه اوصفه، ريحته حلوه قوي، مخصوص بقى للاندر ارم وللمناطق الحساسه، حلو جدا جدا، ريحته فظيعه فوق ما تتخيلوا. فانا بعد لما خلصت ده جربت ده، ومش هغير الديودرنت ده خالص. يعني مهما جربت انواع تانية برجع للنوع ده، مش عارفه اغيره لانه مريحني جدا، مش عامل لي اسمرار، مش عامل لي اي التهابات او انتوا عارفين الحاجات دي. لا هو حلو قوي، بيثبت بايام، ده غير ان هو روايحه الاتنين احلى من بعض. فانا بقول لكم لازم تجربوا الديودرنت ده على ضمانتي. نيجي على تاني منتج وهو حاجه بوم، وهو اصلا اسمه بوم باتر. ده بقى فيس وبادي وهاند كمان. بصوا ده بقى، ده يعني هنقول عليه كريم للوش وللايد وللجسم ولكل حاجه. هنجربه دلوقتي على ايدينا، وهنجربه كمان شويه على بشرتنا، وهنشوفه في 12 ثانيه بس بيخليلك بشرتك او جسمك قمه في الترطيب وفي اللمعان. ليه بقى؟ موجود فيه 7 زيوت: زيت الافوكادو، زيت الجوجوبا، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زبده الشيا، زيت المشمش. بصوا كل الحاجات دي موجوده فيه. انتوا متخيلين كميه الزيوت اللي موجوده هنا علشان ترطب ايدك او وشك او جسمك؟ فده ترطيبه عالي عالي عالي. المنتجات التركيه على يعني ممكن تكون مش رخيصه قوي، بس فعليا لما بتشتري منتج اولا حجمه بيكون كبير، ثانيا بيعمل لك افكت سريع جدا وحلو قوي، ثالثا ان هو بيكون حاجه مختلفه عن اي منتج جربتيه قبل كده. ده بقى تحفه جدا يعني للناس اللي هي عايزه ترطب بشرتها علشان ما يحصلش يعني علامات للتقدم في السن. ده غير ان هو كمان مليان مضادات اكسده، ده غير ان هو يا جماعه بيدي ترطيب فظيع للبشره ولمعان ونضاره. فده حاجه ترطيب رهيب للبشره وللجسم وللايدين. تعالي بقى اقول لك حاجه، بتشتكي ان ريحه بقك مش احسن حاجه، عروسه جديده وعايزه على طول ريحه نفسك يكون حلو، لازم اقول لك تجربي المنتج القمر ده. رغده يا جماعه عندها شويه منتجات بتجيب من الاخر. ده يعني هنقول عليه معطر فم، ده بروايح كتير. اللي معايا ده بالشوكولاته، مجرد ما تعملي كده ريحه نفسك بقى كلها انتعاش، بقى ريحتها شوكولاته. فده حلو جدا جدا، يا ريت الناس كلها تستخدمه. حقيقي حقيقي لو الناس كلها استخدمت معطرات للفم حياتنا هتتحسن. عايزه حجم اصغر او هاند كريم مختلف عن البوم باتر، هتجيب لك الهاند كريم ده. بصوا يا جماعه، احنا قلنا في الاسامي التركيه مش هتلاقوني قد كده، فانتوا شايفين المنتج وهي عارفه المنتج وزي الفل، هتعرفوا بعد كده هو اسمه ايه منها هي. بعد ما تغسلي المواعين اوعي تنسي ان انت ترطبي ايدك، وخصوصا لو جبتي مرطب فظيع للايد زي ده. انا مش عارفه اسمه، مش عارفه اقرا اسمه، فاحنا دلوقتي معانا كل المنتجات دي ايه؟ تركيه. يا جماعه يعني ايه ريحه المرطب نفسه اصلا؟ تحسي ان هو يعني انا ايدي اترطبت وحياتي اترطبت وكل حاجه عندي اترطبت. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين الحاجه بيبقى زي ما انتم شايفين كده، معلش ولا كلمه عربي، زي ما انتم شايفين اهو. كل المنتجات في جروب لافلي تركيش برودكتس انا ادمنتها. جاهزين بقى نعمل روتين حلو كده بمنتجات تركيه لبشرتنا؟ واول حاجه عملتها في الروتين كان السكراب الرهيب اللي اول مره اجربه، ده سكين دكتور، ده وايتنينج سكراب. عايزه اقول لكم ده بيعمل تفتيح للبشره مش طبيعي. هو فحم اسود، مش عايزه اقول لكم بقى بينفع للبشره وكمان بينفع للجسم. من اول استخدام فجاه بتلاقي وشك بينور بعد ما بتخلصي السكراب ده، فظيع. يعني بصوا ما كنتش جربته قبل كده بصراحه، بس رهيب. اول مره اجربه، حاسه ان انا هعتمده في روتين البشره بتاعي. وغير كده حجمه كبير، هيقعد معاكي فتره كبيره جدا. فعايزه اقول لكم ده سكراب رهيب للوش وكمان للجسم. يعني لو جبتي العبوه الكبيره دي هتجيبيها وش وجسم، يعني مش هتبقى للوش بس او للجسم بس. فظيع. تعالوا بقى نغسل وشنا ونشوف النتيجه. بصوا زي كنت كده ما بقول لكم ان هو للوش وكمان للجسم. نورت
نورت يا جماعه، نورت بطريقه مش عايزه اقول لكم، فظيع فظيع، اداني تفتيح وقتي، انا مش متخيله ان هو نتيجته كانت سريعه بالشكل ده. تعالوا بقى بعد كده نعمل ايه؟ نعمل احلى حاجه للبشره وهي ماسك. قلت لكم انا مش هعرف اقول لكم اسامي لان اساميهم صعبه شويه. ده بقى سكراب كده، ده شيت ماسك بتحطيه على بشرتك. بصوا يا جماعه ده غرقان في سيرم للبشره، طبعا ده مليان حاجات للبشره فظيعه، مش عايزه اقول لكم ده بيعمل ترطيب قد ايه، ده بيخلي وشك عامل زي الكيك، عارفه كده بتبقي كيكه في نفسك. مش عايزه اقول لكم ده كله يعني زيوت كده وسيرمز نازله فيه وفظيع. اول ما حطيته على بشرتي عايزه اقول لكم ان هو عمل ترطيب عالي جدا جدا جدا. ده انت لو عملتيه مره، مش هقولك يا ستي كل اسبوع، كل اسبوعين هتلاقي نتيجه رهيبه. تقعدي بقى كده وترتاحي وتسترخي وتسيبي بقى الماسك ده على بشرتك مثلا حوالي تلت ساعه او نص ساعه. نعمل ايه بقى واحنا سايبينه؟ نعمل احلى فنجان قهوه تركي واحلى بن تركي جربته برضو كان من الجروب اللي فوق ده. ده بن تركي محوج، مش هتلاقي زيه في اي حته، مختلف عن اي بن شربتيه، بن تركي اصلي، مش محتاجين نتكلم اكتر من كده. احلى قهوه شربتها كانت البن التركي ده، بجد بجد كان حلو قوي. نشيل بقى الماسك ونشوف النتيجه. زي ما انتم شايفين البشره عماله تنور وعماله تدينا نعومه ونضاره، يعني روتين رهيب. طبعا عندها في الجروب كل الحاجات اللي تنفع للروتينات، سواء انت عايزه بقى كريم، عايزه سكراب، عايزه اي حاجه هتلاقيها موجوده، وكلها منتجات رهيبه. تعالوا بقى نرطب بالبوم باتر اللي قلت لكم في اول الفيديو هرطب بيها كمان بشرتي. ترطيبها طلع مش طبيعي للبشره، هي للجسم وكمان للوش وكمان يعني تستخدميها للاتنين، بس يا جماعه هي فظيعه فظيعه فظيعه. ترطيبها للبشره حلو قوي. زي ما قلت لكم هي مليانه 7 زيوت: زيت الجوجوبا، زيت الافوكادو، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زبده الشيا، حاجات كتير قوي. فهي فعلا بتعمل ترطيب رهيب للبشره. بنصحكم كلكم ان انتوا تجربوا المنتجات دي، وبجد لو مش هتدخلوا الجروب ده هتبقوا خسرانين. ده غير ان في خصم حلو قوي لاي حد من عندي، هتتبسطوا قوي قوي في الجروب اللي كل منتجات تركيا ده.